لو جالي واحد سعودي مصري اكيل زي عبد الرحمن كده هوديه فين تفتكروا؟ يلا بينا. يلا بينا. عبد الرحمن من اتقل الفود بلوجرز في السعوديه وكان عايز ياخد اكسبيرينس في شوارع القاهره، فبدانا فول وطعميه من عم بشندي. لازم نبدا بافطار مصري اصيل، فول وطعميه محشيه وبطاطس، وختمنا بالبتنجان المخلل. ادعوا له يا جماعه. بس الراجل اكيل وقدها. في محل حواوشي يلا. لا حواوشي، تعالى بقى اوديك حواوشي بقى. من مدينه نصر الامبابه لاحلى واحد بيعمل حواوشي في مصر بالنسبه لي حواوشي الربيع، سواء حواوشي عادي او بالسجق. الحواوشي بقى بالذات عجب عبد الرحمن جدا. بما اننا في حواوشي الربيع كان لازم اسمعه نشيد الملوخيه. يا حبيبتنا حمام الملوخيه في طبعا اتعلمت خلاص. ودن القطه. الملوخيه عندهم خطيره يا جماعه، ده مصري يا جماعه والله، ده بيضحك عليا. جاهز للشاورما؟ شاورما يلا. من امبابه لمصر الجديده لواحد من اشهر الناس في الشاورما في مصر، هو ابو حيدر، ومشهور بالشاورما والمانجا. شاورمتهم حلوه قوي، بس انا بروح هناك مخصوص عشان اشرب مانجا. رهيب. من مصر الجديده للسيده زينب عشان اهلا بكم في الكرنه، عشان ندوق القنبله. اهلا وسهلا. بسبوسه وكنافه وفواكه وقشطه. كوكتيل. أيوة. من جد قاعد اكل كوكتيل بالملعقه. وبكده اكون خلصت انا وعبد الرحمن. وبس يا اخوان كده يصير وصلنا لنهايه جولتنا. كل واحد يقول لنا رايه في التعليقات ايش المكان اللي حتروح انت وصاحبك، ويلا خلينا نشوف.